لماذا لم ينادي ربنا نبيه محمد باسمه في القرآن كما نادى سائر الأنبياء فتراه يقول: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وإنما قال لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ونادى عليه بصفته: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وما ذكر اسمه مجردا إلا وقرنه بصفة النبوة والرسالة. فمثلا محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ثم تأتي الآيات التي يبين ربنا قدر نبينا محمد فيها ويقول جل وعلا مبينا أنه زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى. زكاه في معلمه فقال: علمه شديد القوى. زكاه في حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال العلامة الرازي في كتابه مفاتيح الغيب: الله أعطى نبينا صفتين من صفاته: رؤوف رحيم، لم يعطيها نبي من قبله، فتراها في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وختاما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. وما تنسوش دعمكم لينا بالشير عشان المحتوى يوصل لأكبر عدد ممكن. والسلام عليكم.